السلام عليكم يا سنة تالتة. يا رب تكونوا بخير وعلى خير. درسنا النهاردة إن شاء الله من كتاب قطر الندى في اللغة العربية صفحة 71. هناخد مع بعض أنواع الفعل، واتكلمنا قبل كده في فيديوهات عن أنواع الفعل، وهنشرحها كمان النهاردة. الصفحة دي صديقة في القناة طلبتها، وأسفة لو أنا اتأخرت. لو عجبكم الفيديو يا ريت متنسوش لايك للفيديو، واللي اول مره بيشوف القناه وعجبته القناه ما ينساش يشترك في القناه، واهم حاجه يفعل جرس التنبيهات على الكل لو حابين يوصلكم اشعار بكل فيديو جديد بقدمه على القناه. ونبدا بسم الله. انواع الفعل، احنا اخدنا يا سنه ثالثه انه انواع الفعل 3 انواع: فعل ماضي، فعل مضارع، وفعل امر. كل فعل بنشرح بطريقه سهله خالص زي ما تعودنا من اسمه كده. بيقول لي فعل الامر انا بامرك، يعني فعل، يعني من اسمه انا بامرك، بطلب منك شيء معين. تمام؟ يعني فعل الامر، شوفوا الكلمه اللي فيها امر. تمام؟ وطبعا بتكون كل الكلمه بتبدا مثلا انا بامرك، يعني مثلا اغلق، افتح، ارفع، اخفض. ممكن اقول لك ذاكر، اذهب، قم، نم. تمام؟ الحاجات دي كلها امر، يبقى ده اسمه فعل امر. بتبدا بيه طبعا بتبدا بالجمله، لانه طبعا الجمله الفعليه هي اللي بتتكون من فعل، والمفروض سنه ثالثه فاهمين الكلام ده كله باستفاضه. تاني حاجه الفعل المضارع. هنا المثال في الكتاب لفعل الامر: ارسم العلم يا يوسف. المدرس هنا او المعلم بيأمره ان هو بيقول له ارسم، يعني فعل امر. اعرابها بيجي معايا، ده اسمه فعل امر. الفعل المضارع هو شيء يحدث وما زال مستمر، او لم ينتهي زمن حدوثه. تمام؟ فعل يحدث وما زال مستمر. تمام؟ يعني حاجه انا بعملها. نفهم الطفل حاجه انت لسه بتعملها دلوقتي وما خلصتهاش وما انتهتش منها. يعني مثلا يكتب، يشرح. لما اقول مثلا يكتب الولد الدرس، انت فهمت من الكلمه ايه؟ يكتب ان هو لسه بيكتب. يلعب، يذهب، يشتري. اي كلمه بيكون لسه زمن حدوثها ما انتهاش. اقول في دماغي كده هو يكتب خلص، لا يبقى فعل مضارع. تمام؟ فعل الماضي فعل حدث وانتهى زمن حدوثه، فعل خلاص انتهى يا سنه ثالثه. فعل الماضي هو هنا سوري المثال على الفعل المضارع: يرسم يوسف العلم. خلاص هو هنا كان في فعل الامر المعلم امره، بعد كده هنا بيرسم العلم. يرسم اهو ما انتهاش، يبقى فعل مضارع. الفعل الماضي رسم، خلاص انتهى يوسف، رسم يوسف العلم، يعني انتهى يا سنة تالتة. حاجة خلصت وانتهت يبقى اسمه فعل ماضي. هنشوف بقى الجمل اللي معانا هنا. طبعا القاعدة لازم نقرأها كويس ونكون فاهمينها، مش هقول حفظ يا سنة تالتة، اللي بيحفظ بينسى، بس نكون فاهمين انا بقول ايه. وطبعا احنا اخدنا الكلام ده اكتر من مرة، من سنة، من الترم الاول ومن سنة تانية كمان. المفروض نكون واخدين فكرة عن الفعل الماضي والمضارع والامر. تمام؟ هنا نشاط 2 بقى: صنف الافعال التالية الى مضارع وماض وامر. دي كلها افعال هنصنفها الى فعل ماضي وفعل مضارع وفعل امر. هحلها ازاي؟ هاخد كلمه كلمه كده واشوفها ايه واحطها واصنفها في الجدول. هنا وثب يعني ده يعني فعل ماضي. وثب هو وثب انتهى. تمام؟ فعل ماضي، وبحط عليها علامه كده اللي انا اخدتها خلاص عشان ما اتلخبطش. يشتري اهو انا بشتري حاجه لسه. يشتري ما زال مستمر، يعني فعل مضارع لسه بشتري. هنا سافر هو سافر خلاص وانتهى، يبقى فعل ماضي. سافر. تلعب فعل مضارع. نبني فعل مضارع. نبني احنا لسه بنبني اهو، يعني حاجه لسه بنعملها ما انتهاش زمن حدوثها، او لسه بنعملها يا سنه تالتة. طريقه سهله كده نقدر نفهم الطفل الافعال. اشربي اهو، اشربي فعل امر. اشربي.
إيه، لاعب. لاعب فعل ماضي. اجري فعل، بأمرك اهو، اجري فعل أمر. سمع فعل ماضي. نم. نم اهو ده بقى يا سنة تالتة الأمر، نم. شرب فعل ماضي. شرب فعل ماضي. اكتب فعل أمر. اكتب. تمام. نشاط 3، أكمل الجدول الآتي. فعل مضارع، هنا فعل مضارع وفعل ماضي وفعل أمر. يعني أنا هنا أجيب كلمات بها فعل مضارع أو أفعال تدل على الفعل المضارع، وهنا برضو كلمات بتدل على الفعل الماضي، وهنا فعل الأمر. هنا الكلمة يلعب هخليها بقى في الماضي وفي الأمر، هو ده المقصود يا سنة تالتة من الجدول. يلعب الماضي بتاعي يلعب ايه يا سنة تالتة؟ انا كنت بقول هجيب كلمات، بس طبعا مش هجيب كلمات من دماغي، لكن هنجيب الكلمة الفعل المضارع نخليه امر وماضي. يلعب الماضي بتاعها لعب، الامر العب. تمام. هنا قرأ ده الماضي، قرأ. المضارع يقرأ، وقرأ الامر بتاعها اقرأ. تمام. هنا جايب لي في الامر اسمعي، يبقى الماضي بتاعها سمع او سمعت. هنا المضارع لاسمعي بقى تسمع. هنخلي دي طالما ده اسمعي هتبقى سمعت. تمام. هنا تسافر الماضي سافر. تسافر يبقى سافر. هنا الفعل الامر سافر. تمام. حمل فعل ماضي، المضارع بتاعها يحمل، الامر احمل. تمام كده. نشاط 4، اكمل الجمل التالية بفعل مناسب وحدد نوعه. هنا جملة بس هتبقى جملة فعلية، هنبدأ فيها بفعل ونوع الفعل ايه. الأم طعام الغداء. ممكن اقول جهزت الأم طعام الغداء، ونوعه طبعا نوع جهزت ده فعل ايه؟ فعل ماضي. تمام. او ممكن اقول تحضر الأم طعام الغداء، تحضر فعل مضارع. إلى شرح المعلم يا محمد. يا نداء، يعني في يا نداء اهو، يبقى انا كنت بأمر محمد استمع، يبقى ده امر، فعل امر. البنت امها في عمل المنزل تساعد. تساعد فعل مضارع. الفلاح الى الحقل كل صباح، يعني يذهب الفلاح الى الحقل كل صباح، فعل مضارع. قصتين بالامس يعني ماضي. قرأت قصتين بالامس، يبقى فعل ماضي. المحتاج يرضى الله عنك. ساعد المحتاج يرضى الله عنك، وده طبعا فعل امر. تمام. نشاط 5،
أكمل الجمل الآتية بما هو مطلوب أمامها. هنا طبعا جايبين لك الجملة وبس، طالبين هنا كنت انت الفعل بتقوله، بتجيبه انت وبتقول، لكن هنا محدد هو عايز فعل ايه. هنا العلماء الهواتف المحمولة، فعل ماضي. ممكن اقول ايه؟ صنع او اخترع، لان اكتر اخترع العلماء الهواتف المحمولة. الخبز من القمح، فعل مضارع. نصنع الخبز من القمح، او نستخرج الخبز من، لا، نصنع الخبز من القمح. بخط جميل يا باسم، فعل امر. اكتب. هنا عبر عن الصورة بثلاث جمل بها فعل مضارع وماض وامر. الصورة دي تقدروا تعبروا عنها بقى يا سنة تالتة بجمل يكون فيها فعل مضارع وامر. يعني ممكن نقول يلعب، يعني ممكن نقول يلعب، فعلا نبدأ بفعل مضارع. يلعب الأطفال على الشاطئ. تمام، هكتبها يا سنة تالتة عشان خاطر عيونكم بس. يعني هو هنا على شاطئ طبعا اهو في المصيف يا سنة تالتة، وأطفال بتلعب. 3 جمل: يلعب الأطفال، أو تلعب الأطفال على الشاطئ. يبقى تلعب هنا فعل مضارع، والجملة بدأت بفعل مضارع، يبقى أنا ماشية كده صح، وكده جملة فعلية. أول جملة معايا تعبر عن فعل المضارع، التانية بقى فعل الماضي. نقدر نقول إيه يا سنة تالتة؟ وطبعا كل واحد ممكن يقدر يعبر بطريقته. نقدر نقول خرج الولد من البحر، بحيث ان هما كانوا في البحر وبعد كده بدأوا يلعبوا. تمام، وطبعا الجملة بيكون اخرها نقطة. تمام. رقم 3 فعل امر. الشاطر بقى في الفعل الامر، واحنا عن الشاطئ. حافظ على نظافة الشاطئ. تمام، دي كده الجمل الصورة. وممكن نعبر احنا بطريقتنا خالص يا سنة تالتة. لو عجبكم الفيديو بقى متنسوش لايك للفيديو، وقولوا رأيكم في الكومنتات، واشوفكم فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.